إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله رب العالمين سبحانه. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده والحوت نجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد يعصى وينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم بهي الجمال ومصباح نور الظلام، الرسول الملك العلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يحدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في هذه الوصية الغالية أدب عظيم وخلق كريم حذر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الجلوس في الطرقات، فكم من أمارات تحاك وإشاعات تتردد وحرمات تنتهك في هذه المجالس التي يجد الشيطان فيها بغيته وينتهز فيها فرصته. احنا بنبقى قاعدين، الشيطان بيبقى قاعد مستني كل حاجة احنا عاوزينها. احنا بقى نرجع لربنا ونسمع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لك: ما أحوج هذا العصر في هذه الوصية ومن هذه الوصية. فقال لك أهل العلم وأهل الحديث قسموا الأماكن إلى 3 حاجات. الحاجة الأولى من مخالطة الناس كالغذاء، يعني الناس أنا لما أجي أقعد في الطريق منهم ناس غذاء ومنهم ناس دواء، والنوع الثالث والرابع نوع هلاك ودمار في الطريق. أنا لما أجي أقعد في الطريق في ناس لازم لو قعدت معاهم كأني باكل، عاملين زي الأكل والشرب كده. إحنا النهاردة بنعمل إيه؟ النوع الأولاني من المخالطة، فالنوع الأول كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، وهم العلماء بأمر الله، وهم الناس اللي هي عارفين أمور ربنا سبحانه وتعالى وعارفين كل شيء. إنما احنا النهاردة لما نيجي نقف في الطريق نسأل أهل العلم، ما بنوقفش أي واحد منهم أهل العلم، بل نقف مع أي واحد تاني عشان خاطر نجيب في سيرة فلان وعلان وسيرة فلانة، ده راحت، ده جت، ده لقوها في المكان الفلاني، ده لقوها ماسكة في مش عارف ايه، نقعد نختب وننم. النوع الثاني من مخالطه كالدواء، من المخالطة بتاعته كايه؟ كالدواء، لا تحتاج إليه إلا عند المرض. اللي هم مين؟ اللي هم دول اللي احنا بنقعد معاهم لما مش بنحتاجهم إلا ما يكون عندنا حاجة أو مشكلة. الناس اللي هي لما تبقى أنت عاوزهم في مصلحة عادية بس ما بتحتاجهمش إلا للضرورة. النوع الثالث والرابع اللي هو إيه؟ هلاك ودمار. الناس اللي هي ممكن وإحنا قاعدين ممكن نقف معاهم في الطريق، نقعد بقى نجيب ونقول ونعيد، ده ودمار، ده ودمار. أهل البدع والضلالة، والنوع اللي هو نقعد فيه نقعد نجيب أمر هناك وهنا، ونقعد نتكلم ونقلب الدنيا ونفرتك الدنيا ونعمل، وفي الآخر بنقعد في الآخر إحنا الخسرانين، إحنا الخسرانين. مع إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورد السلام. انت بقى فين من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام ده؟ انت بتبقى واقف في الطريق لو لقيت 2 ما بتقول لهمش السلام عليكم، مع ان السلام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان لما يفرق ما بينهم حجر او شجر كانوا يلقوا على بعضهم السلام.
احنا النهارده بنعمل ايه؟ بنبقى واقفين في الطريق، اي واحده ماشيه نجيبها من فوق لتحت ونقول ايه؟ اصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال النظره الاولى لك والثانيه عليك. ده لما سئل عن نظره الفجاءه، ان انا ابقى كده مره واحده كده، قال لك اصرف النظر. احنا النهارده بنعمل ايه؟ بنطيل النظر. يمكن بنجيب الواحد او الوعده اللي هي معديه، يمكن بنجيب كل شيء من منبت الشعر الى الكعب. يقول لك اصل لسه النظره بتاعتي ما خلصتش. فيقول رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر وكف الاذى. اول حاجه هنتكلم عنها غض البصر. غض البصر اللي احنا اتعلمناه من هديه صلى الله عليه وسلم، ان احنا نحافظ على انفسنا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ويقول رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إن رب العباد سبحانه وتعالى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. من اللي قال سمعت رسول الله؟ عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يعني أنا دلوقتي لو ربنا كرم الواحد وأصيب في عينيه وربنا سبحانه واحنا صبرنا، ربنا هيعوضنا ايه؟ الجنة. انما احنا الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى، عدنا من اجل شيء نشتكي ونقعد نقول هو ما فيش الا احنا، هو ما فيش الا مش عارف ايه. ممكن ربنا يصيبك بمرض يمكن بيخفف عنك من الالام. النظر قسموه اهل العلم الى نظر مشروع ونظر ممنوع. النظر المشروع ان احنا نتفكر في خلق السماوات والارض، ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين. احنا لما نيجي نسمع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في حديثه: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي حاجة تانية لآيات لأولي الأبصار. احنا لما نيجي انا وانت نقعد نتفكر بنقول الحمد لله والشكر لله، ونقعد نتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى ونشكره ونذكره ونكفره. انما احنا الحمد لله سبحانه وتعالى ما بنيجي بننظر نقول هي طلعت ازاي او نزلت ازاي. لا، احنا ممكن نبقى نقول مشيت ازاي وقعدت ازاي وراحت فين وجت منين، ده كلهم، ده شربهم، ده دخلهم، ده جرنا، ده اهو ده احنا ان شاء الله في موضوع من المواضيع هنتكلم عن حقوق الجار. عن حقوق الجار اللي احنا عدنا في غفلة عنها، وان احنا عاوزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى زي ما امرنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النظر الثاني الممنوع: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن يا علي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. اللي لسه احنا بنتكلم بنقول ايه؟ النظرة الأولى والنظرة الثانية. مفيش نظرة الأولى ولا نظرة تانية. انت النظرة الأولى انا دوبك يعني اللي احنا يعني أول ما الواحد تلفت كده اللي هي نظرة الفجأة بيقول لك ان اصرف النظر على طول، اصرف نظرك. انما احنا الحمد لله يقول لك لسه شارع يبقى طوله 3 4 5 على قد ما يكون، وممكن يبقى أطول. يقول لك لسه النظرة الأولى ما خلصتش، النظرة الأولى لسه ما خلصتش. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لنا رب العباد سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم حتى يتعلم كل إنسان منا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناه البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. صدق النبي عندما صلى الله عليه وسلم قال لنا: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تاني شيء من الأمور كف الأذى. كف الأذى، الأذى اللي احنا بنشوفه في هذه الأيام. وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يشرح لنا حتة زي دي
احنا في ايام ممطرة او غير ممطرة تلاقي كل واحد على ظهر بيته في ايام المطر، في ايام الشتاء تلاقي كل واحد بيسجل كل شيء على ظهر بيته، من على ظهر بيته في الشارع. يقول لك قال ينشف الشارع، ينظف بينظف بيته عشان يرمي القاذورات اللي من بواقي الفراخ، اللي بواقي نظافة، اللي غيره او غيره. مع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما انت تشيل حاجة من الطريق بتاخد عليها ثواب، انما احنا بنحط في الطريق ونقول لك ايه، اصل احنا بننشف الشارع واحنا بننزل ميه من يمين وشمال عشان خاطر، قال يعني بنعوق الحركه بكده في دماغنا ان احنا بننظف بيتنا. طب انت نظفت البيت ووسخت الطريق اللي انت بتمشي عليه، بدل ما الواحد فينا يتعلم ان هو لما يبقى ماشي يبقى مكان نظيف. النظافه بتبان من الداخل مش من النظافه من الخارج. انا دلوقتي نظفت الداخل بتاعي والخارج بتاعي مش نظيف. طب انا نظفت داخلي، طب الخارج بتاعي اللي انا همشي منه وغيرها يمشي منه، ماتت الاذى عن الطريق صدقه. لا ده احنا عدنا بنحط الاذى في الطريق، مع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش امر بكده. انما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يتقي الله ويدع الناس من شره. احنا بقى فين؟ جاهد نفسك بالمال في سبيل الله. لا احنا الحمد لله بنشيل وبنحط وبنقول ايه ده هو ربنا اللي قال وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وفي الاخر ما بنعملش بالكلام ده. ثالث شيء رد السلام، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام في مجلسه، فدخل انسان وقال السلام عليكم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته 10. دخل واحد تاني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته 20 30. احنا بقى بنرد السلام النهارده قعدنا بنتفنن في رد السلام. واحد يقول لك السلام عليكم، ومش يعني تلاقيها تفانين في السلام، وفي الاخر ان هي مش من الامور الصحيحه اللي امرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده احنا لا، ويجي يقول لك ايه كتر السلام بيقلل المعرفه. المثل بتاعنا العادي بتاعنا يقول لك كتر السلام بيقلل المعرفه، مع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه، الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال افشوا السلام بينكم. الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كان إذا فرق ما بينهم حجر أو شجر ألقوا السلام كل منهم على الآخر مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمصافحة باليد اللي احنا عدنا النهاردة عدنا بنشاور لبعض، شاور كل واحد فينا بيشاور للتاني كأنه كده قال له السلام عليكم، عشان هو مش قاعد فاضي. كل واحد فينا مش قاعد فاضي ليه؟ عشان خاطر الدنيا غرت كل واحد فينا، وعاد كل واحد فينا افضل من التاني. ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لازم يعلمنا ويعلمكم رابع امر من الامور، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. رد السلام والامر غض البصر وكف الاذى، ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. رد السلام، السلام له اداب، انما احنا الحمد لله عاوزين نتعلم وعاوزين نتأهل، وكل ده هنشرحه بأمر الله سبحانه وتعالى بأمر تفصيلي. احنا بنتكلم بالصيغة الإجمالية حتى نتعلم من هديه صلى الله عليه وسلم. رابع أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا النهاردة لما نيجي نقعد مع بعضنا ونتكلم ونقول دي صح وده غلط، عادة الناس تقول لك لا ما نشتري دماغنا، اللي عاوز يعمل حاجة يعملها واللي مش عاوز يعمل ما يعملش. مع ان رب العباد سبحانه وتعالى قال لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب لكن على الامر بالنهي ان يتحلى بثلاث صفات. الصفة الاولى ان هو يكون عنده علم ويكون عنده حلم ويكون عنده صبر. انا عشان امر بمعروف او انهى عن منكر لازم يبقى عندي علم، لازم يبقى عندي حلم، ولازم يبقى عندي صبر. انما احنا لما تيجي تقول لواحد خليك صبور وانت يعني بتمشي بالامر بالمعروف بالناس، انما النهارده ممكن انا امشي في قضيه صلح ما بين اتنين، وانا قاعد ما بين الواحد اقول له ده فلان بيقول وبيقول وبيقول، يقول له ده فلان وفلان وفلان. طب استنى، قال له يا فلان ده فلان بيشكر فيك، ده فلان بيقول، قال له ده فلان ده. ما احنا لسه متخاصمين، يعني انت المفروض ما تتكلمش، لا انت طب ما تتكلم زي ما انت عاوز وروح اكذب كذب حلال في اللحظه دي في الصلح ما بين المتخاصمين.
اللي هو إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصيام والصدقة والحج، أفضل من كل حاجة إصلاح ذات البين. مين اللي قال لنا الكلام ده؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا أدلكم على شيء أفضل من الصلاة والصيام والصدقة والحج؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إنما احنا النهاردة عدنا عاوزين الأمور تبقى ما بين الناس وبعضها في مشاكل وفي دوشة وعدم صلح وكل شوية خصام في خصام في خصام عشان ناكل يمين ونشرب شمال. إنما لو المصلحة خلصت، أول ما المصلحة ما بتخلص وتلاقي إن الاتنين بقوا حبايب، هيبقوا مختاب ونمام، ما هو مش قاعد خلاص، مش قاعد له. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن إحنا نصلح، لما نيجي نقف نصلح ما بين الناس. عشان كده قال لك لازم اللي يبقى في الطريق وعاوز يؤمر بالمعروف لازم يكون عنده علم وحلم ويكون عنده صبر، يكون صبور. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إبراهيم بن أدهم مر بقارعة الطريق رأى سكران فعد عليه وقعد عند رأسه وجعل ينظر إليه ويبكي ويقول: يا ليت شعري بأي ذنب أصابتك هذه الفتنة. ثم وضع رأسه في حجره ومسح وجهه ثم دعا بماء فغسل وجهه وفمه ثم مضى وترك. احنا النهارده لو مرنا بالطريق ولقينا أي واحد مخمور ممكن نبلغ الشرطة ونجيبه. إنما ده عدى لقى مخمور، قعد وبكى وأمر بماء فغسل وجهه ثم أفاق. فلما أفاق هذا السكران خجل من نفسه وندم وتاب الله عز وجل، وأتى إلى إبراهيم وعاهده ألا يعود للمعصية أبدا. فرأى إبراهيم في منامه كأن قائلا يقول له: يا إبراهيم، أنت طهرت فمه لأجلنا ونحن طهرنا قلبه لأجلك. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها. الجار أحمد والرحمن نشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.